انا جربت ارتب اولوياتي على طريقه ساره ابو الخير. تعالى اقول لك طبقيها ازاي عشان تتحولي لانسانه تانية خالص. ساره اخترعت طريقه مختلفه خالص في ترتيب الاولويات، اراهنك ان عمرك ما سمعتي عنها. ولا هي مش تخطيط ولا هنحط فيها اهداف، وبما اني NLP لايف كوتش فبنصحك حقيقي انك لازم تجربيها. اول خطوه هتجيبي كشكولك الجميل وتبداي تكتبي فيه الحاجات دي، المشكلات اللي بتتوتري بسببها، قصه قصيره مختصره عن حياتك ومريتي بايه لغايه ما وصلتي للشخصيه اللي انت عليها دلوقتي. ركزي على الهايلايت، الحاجات القويه قوي، الحلوه والوحشه اللي عديتي بيها واثرت فيكي. ثالث حاجه هتكتبي لستة بالحاجات اللي بتحبي تعمليها وبتجدد طاقتك، فيكون عندك لستة جاهزه. كل ما يكون مودك وحش او طاقتك قليله ترجعي لها. اكتبي مميزاتك اللي انت شايفاها كلها، اكتبي عيوبك اللي انت شايفاها بذوق وبرحمه وشوفي ممكن تظبطيها ازاي. اكتبي عايزه توصلي لايه في حياتك وفي شخصيتك وفي شغلك او في باقي جوانب الحياه اللي انت مهتمه بيها دلوقتي. اكتبي انت عايشه ايه. جايز يكون ده اصعب سؤال تجاوبي عليه، بس حاولي تجاوبي لانه هيفرق معاكي كتير. اعملي بقى ستوري بورد او فيجن بورد، حطي فيها صور تساعدك على تخيل الحياه اللي انت نفسك تعيشيها. التمرين ده هدفه انك تعرفي كويس قوي ايه الحاجات المهمه في حياتك، ومن هنا تقدري تحددي اولوياتك صح، وبعد كده رتبيها بالطريقه اللي تناسب حياتك انت. ولو عايزه حد يطبق معاكي السيستم ده كله بزياده وتعرفي ازاي تخططي صح، اعملي فولو وتابعي واستني الفيديو الجاي، علشان هنا بنبني سوا الشخصيه اللي تقدر فعلا تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها، مش اللي بتتفرض عليكي. وبس خلاص.